حكومة الفنكوش، سياسة الفنكوش. فعلا فيلم واعر هذا، واقع عقل عليه تفرجت فيه والله العظيم، فيلم واعر ديال عادل إمام، واحدة بواحدة. أنا راه كنت أفلام عادل إمام كنعطيهم صلية في أيامات الجاهلية وفي الصغر، والله العظيم بالله تفرج فيه تعيط بلا كذوب بلا والو. بزاف أفلام، عنده أفلام واعرين صراحة، بحال إحنا بتوع الأوتوبيس، بحال الغول، بحال حب في الزنزانة، بحال، ولكن عنده أفلام تافهة، أفلام مخلة بالآداب، وأفلام كيطعن فيها في الإسلام ديال الزندقة وبزاف الحوايج. هذا ماشي كيدل على، كنبين هاد الأمور، مضطر نبينهم لأن باش نبين على أنني ماشي من المعجبين بعادل إمام، بالعكس. على هاد الفيلم ديال الفنكوش تفكرني في عادل إمام، لأن هاد الفيلم ديال عادل إمام واحدة بواحدة كيقول فيه نهارنا عسل الفنكوش وصل. وهي ديال هادو نيت، هاد الحريره ديال الفنكوش، الفنكوش واش من فنكوش، والله العظيم كيضحكوا على هاد الشعب، والله العظيم كيضحكوا على بنادم عين بين، وبنادم ما مسوقش، وبنادم كلو مقابل راسو، كلو ملهي في راسو وصافي، وبقاو بحال هكا. وشغلكم هذاك دبر راسكم. نطلبوا حنا، نطلبوا الله السلامه، نطلبوا ربي يحفظنا من هاد الويل الكحل كله. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لجميع المغاربة داخل المغرب وخارجه، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أمس عملت واحد مقطع صغير حول أفلام عادل إمام، باختصار شديد وبوضوح، بينت المسألة ومضطر نكمل لأن بغيت موضوع حول عادل إمام. أنا شخصيا كما قلت في الفيديو كنت من أشد متتبعين أفلام عادل إمام القديمة والجديدة، تفرجت فيه بزاف أفلام، بزاف بكل صراحة، أيامات الجاهلية، أيامات كذا كذا كذا. أما دابا مبقيتش كنتفرج نهائيا، دابا نهائيا كاع، شحال هادي دوزت أفلام بزاف. وكاين أفلام عنده جميلة صراحة، أفلام جيدة في المستوى، خصوصا في الثمانينات، ملي دخل في الثمانينات حتى التسعينات صافي حبس. أما في الألفينات في رأيي أنا، في رأيي الشخصي، تخربيق، كبر هو يبدا يخرف، بدل ما يمثل أفلام مشرفة بدا كي أفلام العهر وأفلام المسخ، ودعم دعم المسخ ودعم الصفور، وأخطر حاجة هو الطعن في الإسلام واستهزاء بالإسلام والسخرية من الإسلام. ماشي هو بزاف ديال الفنانين المصريين، الله يستر، الله يستر مع الله يحفظ، هما كتار منا في هاد المسألة، كتار منا بزاف بزاف، ماشي شوية بزاف. وهادشي راه معروف بالنسبة للإنسان الصادق والإنسان اللي عنده اطلاع وكيطالع. أما الإنسان المنافق راه ولا اللي كيعادي الإسلام راه هذاك ما نهضرو معاه. هادشي اللي كاين. بالنسبة دابا عادل إمام راه غبر، راه سنوات هادي مبقاش كيدير الأفلام لا والو، ما عرفناه والو، هو باقي حي بطبيعة الحال، لأن كون مات غادي يقولوا مات. شحال من خطرة جات شائعات حول الوفاة ديالو، بزاف عدة مرات، وغبر على الساحة مبقاش كيبان كاع نهائيا. وفاش كتكون شي جنازة كيبانو غير ولادو. أنا في رأيي الشخصي، أنا هو راه كان مقفرة واستهزاء بالإسلام وباللحية وبالتدين وكلشي، وأفلام العهر والصفور والمسخ. خاصو يتوب إلى الله، حسن ليه قبل ما يموت صافي، لأن في الآخرة كاين الموت، هو غيموت وأنا غنموت وكلشي غيموت. يتوب إلى الله توبة صادقة، توبة صادقة تنفعه.
لان باب التوبه مفتوح حتى تبغي تخرج الروح. هذا هو كلامي انا. اضطريت نكمل الفيديو باش ما يجيش شي واحد يهاجمني ولا ينتقدني ولا يقول لك عادي لا، ولكن لست من المعجبين به، لانه باقي لحد الان ما تابش الى الله حسب علمي، واتمنى واسال الله ان يتوب عنه وهو يتوب، لان اللي بغى يتوب خصو يعمل باسباب التوبه، ماشي التوبه غتجي عندك غتجي حتى لعندك. الله عز وجل اش قال في حديث القدسي على الهدايه؟ فاستهدوني اهديكم. عمل باسباب الهدايه ويهديك الله، ماشي واحد مشى على القار ولا مشى على الجوال كيقول الله يعفو علينا الله يهدينا، وانت مشى على القار وجوال كتقول الله يعفو علينا. سبحان الله العظيم. ولا واحد كيشرب كيسكر الله يعفو علينا، اش من الله يعفو؟ وحيد داك الزبل وغادي يعفو عليك الله. ماشي فقط اعتزل الافلام ولا اعتزل التمثيل، لا، خصك تندم على داكشي بينك وبين الله وتدعو الله باش الله يغفر لك وتوب توبه طاهره. اش اللي كاين. الله يعفو علينا وعلى جميع المسلمين، وصافي هذا هو كلامي، والسلام عليكم ورحمه الله.